لو بصينا على الماركتينج في العالم العربي وقارناه باوروبا هنكتشف ان في فجوه كبيره قوي، مش فجوه افكار بس لكن الفجوه في التفكير نفسه. في اوروبا التسويق بيتبني على ريسيرش، دراسات بقى، ارقام، فهم عميق لسلوك المستهلك. يعني قبل ما الشركه بتعمل اعلان او حمله بيكونوا عارفين كويس مين هو الجمهور، إيه اللي بيخوفه، إيه اللي بيسعده، بعدها هيعملوا فكره تخاطب العقل والمشاعر. العالم العربي عندنا في مشكله كبيره في النقطه دي، كتير من الحملات بتتعمل بسرعه جدا، او علشان الترند، او عشان مديرك عايز يشوف الاعلان ده بكره. نلاقي افكار عظيمه جدا لكنها مش مبنيه على اي دراسه حقيقيه على الجمهور. تعال نبسطها، نعمل مثال على نايكي يخاطبك كانسان عمره ما كلمك كمستهلك، يقول لك انت تقدر، انت تتحمل، انت تعرف. لكن عندنا لسه في حملات كتير بتركز على الخصم والسعر وبس، اللي هو باي 1 جيت 1 حاجه كده. يعني بتبيع منتج عمرها ما باعت التجربه. البراند عنده شخصيه واضحه من اول اللوجو، الالوان، الاسلوب، الكلام، كل حاجه. لكن عندنا تلاقي نفس الشركه كل سنه ستايل مختلف، صوت مختلف، هويه مختلف، وده اللي بيخلي الجمهور ينسى بسرعه. خلينا اكون صريح معاك، واحده من اكبر مشاكلنا في التسويق العالم العربي لسه بتدور من فوق لتحت. يعني القرار بيجي من المكتب مش من السوق، بينما اوروبا القرار بيجي بالعكس، بيجي من السوق للمكتب. يعني بكل بساطه بيعرفوا الجمهور محتاج ايه والشركه تنفذ او ترد. الفجوه الحقيقيه بيننا وبينهم عمرها ما كانت في الابداع. احنا عندنا مبدعين وعباقره جدا، ناس شاطره بشكل خرافي، لكن الفجوه في النظام، في البحث، في الاستمراريه، في ان التسويق يكون مبني على خطه مش بس رد فعل. ده معناه ان مستقبل العالم العربي مش محتاج اصلا ان انت تجيب افكار من بره، محتاج تغير عقليه التسويق من اننا نبيع اسرع لنبني علاقه اعمق. وانا مؤمن جدا لو بدانا نشتغل بنفس المنهجيه اللي موجوده في اوروبا بس بنكهتنا وثقافتنا، العالم العربي هيكون عنده براندنج اقوى بكتير من اللي موجود في اوروبا.